النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وتأثيرها هيكون كبير جدا على حياتك، وصدقني لما أقولك إن الحلقة دي ممكن تكون نقطة تحول في حياتك المالية. وعنوان الحلقة دي ركز على شغلك الخاص. ممكن تحسها جملة عادية جدا زي قوم اعمل لنفسك شاي، قوم اعمل لنفسك سندوتش، مش مجرد إني بقولك خلي بالك من شغلك. معنى الجملة دي عميق جدا لدرجة إن ممكن يقلب كيانك المالي حتى لو مش معاك فلوس أصلا. إزاي يعني الكلام ده؟ ده بالظبط اللي هنعرفه النهارده. عايزك بقى تنسى كل اللي اتعلمته عن الفلوس وجهز حاجة تشربها علشان تديني كل انتباهك، ويلا نتعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا صديقي العزيز في قناة فيكتوبيا. طبعا ده الاسم الجديد فيكتوبيا، الاسم القديم كان جرعة الدوبامين. يلا بينا نبدأ الحلقة. نبدأ منين؟ كتير جدا من الناس بيشتغلوا ويتعبوا في حياتهم علشان حد تاني. الجملة دي خطيرة جدا وبتلخص حال أغلبنا. بتقضي سنين طويلة جدا من عمرك ووقتك وجهدك ويمكن صحتك علشان تبني أحلام وطموحات شركات تانية أو تخدم مصالح مديرين. يا ترى الشغل هيخلص إمتى؟ وهل لما الشغل يخلص هيكون عندك وقت علشان تشتغل على أحلامك؟ ولا هتنام علشان تصحى تاني يوم في ميعاد شغلك وانت فايق؟ سؤال بيطرح نفسه. في فرق كبير جدا بين المهنة والعمل الخاص في عالم المال. المهنة ببساطة هي الوظيفة اللي انت بتشتغلها او الشهادة اللي خدتها في الجامعة وعلقتها في صالة بيتكو. الشهادة المفروض بتدخل لك دخل ثابت او شبه ثابت. انت بتبيع وقتك ومجهودك وخبرتك مقابل راتب شهري ويا ريته مكفي احتياجاتك. انما العمل الخاص ده بقى الجوهرة، ودي الاصول اللي بتمتلكها، الحاجات اللي بتجيب لك دخل حتى لو ما بتشتغلش فيها بنفسك. كأنك بالظبط زرعت شجرة والشجرة دي بدأت تديلك الثمار بتاعتها من غير ما تعمل مجهود كبير. المشكلة اللي اغلب الناس بتقع فيها انهم بيركزوا 100% على مهنتهم وبس. يعني بيكون كل تركيزك انك تطور من نفسك في الوظيفة وبس، تاخد كورسات، تتعلم مهارات جديدة علشان تترقى او علشان مرتبك يزيد. كل ده كلام كويس جدا بس مش كفاية. ازاي يا عم كل التعب والمجهود ده مش كفاية؟ استنى بس هقولك. خلينا نفكر بشكل واقعي شوية. انت لو خسرت شغلك او كبرت في السن وما بقتش قادر تشتغل بنفس الكفاءة او حصل اي تغيير في سوق العمل، وده شيء طبيعي جدا ووارد يحصل، الشركة تفلس مثلا، يحصل اي حاجة وتسيب الشغل، كل دي احتمالات واردة. طبعا لو اي حاجة من دول حصلت الدخل بيقف فورا. ببساطة كده حياتك متعلقة بوظيفة ممكن تروح في اي لحظة. على رأي المثل ما تحطش كل البيض في سلة واحدة، وده مش بيض، دي فلوس وتعب ومجهود وراحة بال ومستقبل. لو السلة وقعت هتلاقي نفسك في ورطة كبيرة. طب ليه معظم الناس ما عندهمش عمل خاص؟ السؤال ده منطقي جدا. ليه اغلب الناس ما عندهاش مشاريع؟ ليه بيفضلوا عايشين في دايرة الوظيفة؟ في سببين مهمين وهما الخوف والجهل المالي. رقم واحد وهو الخوف من المجهول، الخوف من الفشل، الخوف من المخاطرة. الناس بتفضل الامان الوظيفي الوهمي حتى لو كان امان زي البيت اللي مبني على الرمل. يا عم انا ليا مرتب وخلاص، ماليش دعوة بالمخاطرة، بيقولوا رزق معلوم ولا رزق مجهول. بس المشكلة هنا ان الخوف دايما بيخليك تحت رحمة الظروف. ابدأ مشروع، طيب لو خسرت، طيب لو فشلت، لا خليني في الامان احسن، خليني في مرتبي، في المدير اللي مصدعني بس مستورة والحمد لله. وبعدين رقم 2 وهو الجهل المالي، ودي الكارثة الكبيرة. عدم فهم اساسيات المال، ازاي الفلوس بتشتغل وازاي بتنمو لوحدها. الناس بتفكر في الفلوس كمرتب شهري وبس، مش كأداة ممكن تستثمرها علشان تبني بيها اصول تولد فلوس. كأنك معاك مثلا بذرة تفاح، بدل ما تروح تزرعه علشان يطلع لك شجرة تفاح بتروح تاكله كله وتفضل جعان تاني يوم. مثلا واحد بيقبض مرتب كويس جدا بس كل فلوسه بتروح على الاقساط او ايجار البيت اللي اكبر من احتياجاته، قسط عربيه غاليه وخلاص، وديون ما بتخلصش قصاد غلاء الاسعار اللي بيزيد كل يوم. هو بيحقق فعلا دخل كبير بس في نفس الوقت عنده مصروفات اكبر وبيشتري التزامات، حاجات بتسحب من جيبه فلوس وهو فاكرها اصول بتدخله فلوس. الانسان بيكون اسير للفلوس اللي بيقبضها، بيكون دايما محتاج للوظيفه، كانك بتجري في ساقيه، وكل ما تجري فيها اكتر بتكتشف انك لسه مكانك او يمكن كمان بترجع لورا بسبب التضخم وغلاء الاسعار. اكيد كلنا حسينا بالاحساس ده قبل كده، انا كمان حسيت بيه في يوم من الايام ولحد دلوقتي بحاول اطلع من الساقيه دي. بجد ربنا يكون في عون كل اللي فيها. خلينا نتكلم بقى في اهم نقطه في الحلقه. انا هنا مش بشجعك انك تقول باي باي للوظيفه، بالعكس ركز في شغلك كويس جدا وخليك احسن واحد فيه، بس في نفس الوقت ابدا في بناء عملك الخاص. حتى
حتى لو مجرد فكرة. يعني ما تخليش حياتك كلها رهينة لوظيفة واحدة بس. مشروعك الخاص مش معناه انك تفتح شركة كبيرة ليها مقر وموظفين وتدفع مرتبات. الموضوع ابسط من كده بكتير. الفكرة كلها انك يكون عندك اي حاجة بتجيب لك دخل حتى لو بسيط، ومع الوقت هيكبر والدخل هيزيد اكتر. بس قبل ما تعمل اي حاجة لازم تفهم الفرق بين الاصول والالتزامات. الاصول هي اي حاجة بتدخل لك فلوس في جيبك، زي انك يكون عندك شقة او محل وتأجرهم، ده اصل. تشتغل في اي حاجة جانبية، تشتغل في التقسيط او يكون عندك مشروع خاص صغير، ده اصل. حتى لو عندك قناة على اليوتيوب او على التيك توك بتنزل عليها فيديوهات وبعد فترة هتدخل لك فلوس، ده اصل. حتى لو معاك مبلغ اشتريت بيه ذهب وركنته ومع الوقت قيمة الذهب بتزيد وفلوسك بتزيد اكتر، ده كده اصل. عندك بقى الالتزامات، ودي بتكون اي حاجة بتطلع من جيبك فلوس، وكتير جدا من الناس بتشتري الحاجات دي وتفكرها اصول. البيت اللي انت مأجره وساكن فيه ده مش اصل، ده خصم شهري ثابت بيسحب منك فلوس. قسط تليفون غالي قيمته بتقل كل يوم، عربية فارهة بتدفع عليها بنزين وصيانة وتأمين، كماليات ملهاش لازمة بتشتريها علشان تبان غني وخلاص. الغني بيشتري أصول والفقير بيشتري التزامات ويفكرها أصول. تخيل واحد اشترى تليفون غالي بس علشان يكون شكله حلو ويدفع له قسط شهري ياكل نص مرتبه ويقول لك دي حاجة مهمة، وهي في الحقيقة بتسحب منه كل شهر مبلغ كبير. يا ترى بقى مين فينا فاهم الفرق ده كويس جدا؟ ويا ترى كم واحد بيقع في الفخ ده كل يوم؟ اعترف لنفسك عادي جدا، ما فيهاش أي حاجة. علشان تقدر تاخد بالك من شغلك الخاص او قبل ما تبدا اي مشروع وتفهم الفرق بين الاصول والالتزامات، لازم يكون عندك حاجه اسمها المعرفه والادراك المالي. يعني ايه الكلام الكبير ده؟ لازم تتعلم اساسيات المال، ازاي الفلوس بتشتغل. الجهل المالي هو اساس الفقر. يعني مش الفلوس اللي بتخليك غني او فقير، لكن معرفتك بالمال هي اللي بتحدد مصيرك المالي. اكنك بتتعلم القراءه والكتابه، او بتتعلم ازاي تسوق عربيات، او بتتعلم طبخ. لازم تتعلم ازاي تدير فلوسك وتعرف الفرق بين الاصول والالتزامات، وتفهم يعني ايه تدفقات نقديه، وحتى اساسيات المحاسبه البسيطه. باختصار كمل في شغلك الحالي وما تستعجلش. ما تسيبش الشغل دلوقتي وتلبس طاقية رجل الاعمال. خلي وظيفتك مصدر دخل ثابت يغطي احتياجاتك ويديلك الامان اللي انت محتاجه علشان تبدا تبني شغلك الخاص بهدوء ومن غير اي ضغوط. رقم 2، ابدا في بناء الاصول حتى لو بحاجه بسيطه، حتى لو مبلغ صغير تشيله كل شهر، المهم انك تبدا ولو بخطوه واحده. رقم 3، وسع من تعليمك المالي، ده اهم استثمار. استثمر في عقلك، اقرا كتب عن الفلوس والاستثمار، شوف فيديوهات على اليوتيوب زي دي مثلا. العلم المالي بحر كبير، وكل ما هتتعلم اكتر كل ما فرصتك هتزيد. رقم 4، لازم تعرف الفرق بين الاصول والالتزامات، ودي نقطه مهمه جدا علشان ما تصرفش فلوسك على حاجات مش مهمه. قبل ما تشتري اي حاجه لازم تسال نفسك الاول، دي فعلا مهمه ولا هتسحب مني فلوس وخلاص؟ لو هتسحب منك فلوس تبقى دي رفاهيه ممكن تاجلها لحد ما تبني اصول. الموضوع مش مستحيل، بس محتاج شويه صبر وتفكير مختلف عن اللي اتعودنا عليه، ومحتاج تكسر حواجز الخوف والجهل اللي اتعودت عليها علشان النتيجه فعلا تستاهل المجهود. تخيل كده تصحى الصبح وانت عارف ان الفلوس بتجيلك حتى وانت نايم. حلم جميل صح؟ بس ده مش حلم، ده واقع ممكن يتحقق لو فهمت اللعبه صح. انا عارف ان الكلام ممكن يكون تقيل وجديد على بعض الناس، بس صدقني كل كلمه قلناها النهارده تستاهل انك تفكر فيها بجديه وتطبقها في حياتك من النهارده. دي مش مجرد معلومات، دي خريطه لحياه احسن، وانت اللي هتستفيد مش حد تاني. انتهت حلقه النهارده يا صديقي العزيز. ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش علشان تتابع كل الحلقات. اشوفك الحلقه الجايه يا صديقي مع موضوع جديد. مع السلامه.